عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعيدة. الفيديو بتاع النهاردة هو فيديو مختلف. أنا مش هتكلم فيه على مشكلة تخصنا أو تخص ولادنا. أنا بوجه فيه رسالة. الرسالة دي أنا مش هطول عليكم فيها، بس أنا بوجهها لشخص بعينه. الرسالة دي رسالة حب، رسالة تقدير، رسالة امتنان، رسالة احترام، رسالة بقى بتحمل كل المعاني الجميلة اللي في الدنيا: الحب والأمل والإشراقة والبسمة وكل الحاجات الحلوة اللي احنا ممكن نشوفها او نحسها. انا فعلا بشكر الدكتورة نرمين جدا جدا. بشكرها من كل قلبي انها موجودة في حياتي. انا يعني زي ما بنعتبر كده النيل هبة المصريين، فانا بأمانة بعتبر ان دكتور نرمين في حياتي هي الهبة اللي ربنا بعتها لي، لانها فعلا نبع من العطاء. شخصية مميزة ومتميزة جدا جدا جدا. بأمانة أنا لما حضرت معاه محاضرة، أسلوبها كان بسيط مميز سهل بيوصل للقلب بسرعة جدا. ولما شفت نفس المحاضرة، يعني هو نفس الموضوع، شفته اونلاين على المنصة، بأمانة استمتعت تاني واستمتعت اكتر، لاني حسيت اني بشوف نفس الموضوع بوجهة يعني من زاوية تانية. يعني هي ما شاء الله عليها لو اتكلمت في نفس الموضوع 100 مرة هتتكلم كل مرة بزاوية مختلفة، هتخليك دايما مستمتع، هتخلي الحديث دايما معاها شيق، هتخليك دايما مركز ومنتبه معاها. بأمانة أنا بشكرها جدا جدا، لأن وجودها فرق في حياتي كتير. ويعني دي نصيحة مني لأي شخص في الدنيا: لما تلاقي حد بجد يستاهل ان انت تمسك فيه، حد لما تشوفه تحس قد ايه انت مبسوط، حد لما تشوفه تحس قد ايه بقى جواك كمية طاقة ايجابية وكمية امل ان انت تواجه الحياة وان انت تستمر بشكل احسن، اتمسكوا بيه واوعوا تسيبوه. انا بشكرك جدا جدا ان انتي في حياتي، ويا رب يعني ربنا يدوم عليا ونعمة التواصل، وتفضلي في حياتي كده على طول، لانك بجد بجد شخص مميز ومتميز. انتي لؤلؤة في قاع البحر، يعني لؤلؤة كده مميزة الكل بيجري عليها علشان خاطر يخطفها.